الجندوفلي ده صاحي وصعب ان احنا نفتحه، لو هنعمله شوربة او هنعمله مشوي صعب تفتحه بالسكينة او بايدينا. اما نعمل ايه؟ هقول لكم كده على اسرار التفتيح والشوي والصوص اللي هنستخدمه والخلطة. اول حاجة بحطه كده في حلة او في طاسة وشوية مية وعلى النار ياخد غلوة، ومع بعض كده هنشوف الجمال ونذكر الله بقى ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا بقى، اللي هناك ديت اتفتحت اهي، شفتوها؟ طيب ركزوا على اللي جنبها اهي اتفتحت. طيب كله مع بعضه بيتفتح بالواحدة بسهولة قوي. المية غليت، بدأ الجندوفلي كله يتفتح. احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ لازم الجندوفلي يتفتح يا جماعة عشان بيبقى فيه رمل، احنا عارفين ان هو بيسكن تحت الرمال، فلازم يتنضف بشكل كامل ويتفتح بالواحدة. هنستعمله في شوربة السيفود لازم يتفتح، هنعمله هو نفسه شوربة برضه لازم يتفتح بالواحدة، او لو هنعمله مشوي على الجريل او في حلة كده بالخلطة لازم يا جماعة بأكد ان يتفتح بالواحدة وبيتشطف عشان نشيل منه حاجة اسمها الرمل تماما. طيب بعد المرحلة ديت هنعمل ايه؟ سمعونا ذكر الله كده وصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما ننساش كده، نحط لايك ونشارك الفيديو ده للغير. اتفتح معانا، اديله بقى شطفة تحت الحنفية. انا بصيت عليه كويس، اتأكدت ان كله سليم ما فيهوش اي حاجة سودة ولا رمل ولا الكلام ده، كده زي الفل اهو. نصفي المية تماما، شطفته مرة كمان واحدة عادي. هنروح بقى هنجيب بصل وفلفل الوان وشوية طماطم، كرفس، خضرة شبت وبقدونس وكزبرة، كل ده هنضيفه على الجندوفلي في الطاسة زي ما هو، ورشة زيت وأوستر صوص هيطعمه ويعمل صوص حلو قوي. وده صوص الزيت وليمون، فيه توم، ملح، ليمون، كمون، شطة، بابريكا، شوية كزبرة، كل ده على الصوص. وهنا بحط الخضرة اهو، وهنبهر برضه في الاخر. الجندوفلي استوى معانا واحنا بنسلقه، ولكن احنا هنا بنطعمه بالخلطة وبنسوي الخلطة. حطيت شوية زيت ونشوح الخلطة بقى زي الفل، ونبدأ نديله طبعا الصوص في ملح وفي بهارات، ولكن انا بديله شوية كمون وكزبرة وفلفل اسمر برضه في الاخر كده. ويلا نغرف بقى ونتفرج على جمال الجندوفلي. شايفين الدخان؟ شامين الريحة؟ بص تعالى الناحية دي كده. عايزين نشارك الفيديو للغير ونقول رأينا في التعليقات. وكده حطيت كل حاجة في الطبق. الناس اللي بتزود ليمون، عصرة ليمونها كمان، شوية خضرة عادي، واستمتع بقى. الله، يا سلام على الجمال. منتظر رأيكم في التعليقات، واللايك والشير بالله عليكم ما ننسى. سلام عليكم.